السلام عليكم حبايبنا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله دائما تكونون بالف خير. 4 لاعبين راح يستبعدهم خوسيه لانا من المنتخب السوري، والاربع لاعبين كلهم لاعبين مغتربين، وايضا استدعاء لاعب جديد، لاعب لاول مره راح يكون متواجد مع المنتخب السوري وراح ياخذ فرصته بشكل كامل. ايضا الاربع لاعبين اللي راح يستبعدهم خوسيه لانا راح يكون متواجد بدلاء لهم، وراح هؤلاء البدلاء ايضا يعطون الفرصه الاولى لهم، وراح ان شاء الله يحققون المطلوب منهم. ونشوف كل التفاصيل ولكن بعد هذا الفاصل القصير. ورجعنا لكم من جديد واهلا وسهلا بكم في قناتكم مع احمدكم، ان شاء الله دائما تكونوا بالف خير، ولا تنسوا تضغطون زر اللايك. الكل يعرف يا شباب انه نحن منتخب سوريا الحره راح عنده مباراه في 25/3، راح تكون هذه المباراه ضد منتخب باكستان ضمن التصفيات المؤهله الى كاس اسيا 2027 اللي راح تقام في السعوديه. وخوسيه لانا راح يكون هناك لديه معسكر في قطر، وقطر هي ارضنا الافتراضيه في هذه التصفيات، وراح يكون له معسكر، وهذا المعسكر راح يكون طويل في قطر. راح نشوف لاعبين جدد، وراح نشوف مباريات وديه قبل الذهاب الى مباراه باكستان. وخوسيه لانا عم يفكر باستبعاد 4 لاعبين، هؤلاء الاربع لاعبين اللي ما قاموا يلعبون بشغف، ايضا اللي ما كانوا يدللون، واللي كان عندهم كل واحد له قصه. وخلونا انا وياكم نتعرف على الاربع لاعبين اللي راح يتم استبعادهم، وايضا من هم البدلاء لهؤلاء اللاعبين. نبدا اولا بقلب دفاع منتخب سوريا اللي عمره 29 سنه، يلعب مع نادي كولو كولو التشيلي، انه اللاعب إيميليانو عمور. إيميليانو عمور قيمته السوقية 650,000. إيميليانو عمور يعني تقرب على 30، فخوسيه لانا يفكر بلاعبين يكون أعمارهم أصغر من إيميليانو عمور، ويكون يعني خرج يمشي معاهم بالفترة القادمة، وخصوصا أنه منتخب سوريا ما عنده هاي الاستحقاقات الكبيرة حتى أو التصفيات المهمة. عنده تصفيات مع باكستان وأفغانستان، فرق احنا قادرين انه نفوز عليها، وبمنتخب الاولمبي. ولكن خوسيه لانا راح يجرب لاعبين وياخذون فرصتهم، لانه الاعمار الكبيره ما راح تفيدك ب 2027 و2028. فاولهم إيميليانو عمور. ثاني اللاعبين راح يكون وهو لاعب يلعب في الدوري الدنماركي، وهذا اللاعب عمره 22 سنه، انه نوح شمعون. نوح شمعون لما اتى للمنتخب السوري كنا منبهرين ومبسوطين انه هذا اللاعب اجى على منتخب سوريا، ولكن بعد ما شفنا اداؤه، ما اداؤه جيد وليس ممتاز، في افضل منه وفي لاعب راح يتم استدعائه افضل من نوح شمعون. فلذلك وجب على خوسيه لانا انه يبحث عن الافضل، يبحث عن الاشخاص اللي تطبق افكاره. يعني احنا بدنا لاعبين على مستوى اعلى من المستوى السابق، وحاليا خاصه بالكره السوريه في ارتفع عندنا الطموح. فنوح شمعون ثانيهم. ثالث اللاعبين وهو اللاعب اللي يتشرط، واللاعب اللي ممكن اجي وممكن ما اجي، وانا الشهر التاسع والعاشر وال11 ما اجي، يجيكم بال12 وهاي القصص، انه اللاعب خليل الياس. وخليل الياس اللي عمره 28 سنه، يلعب بالدوري الارجنتيني مع نادي سارسفيلد. هذا اللاعب الصراحه ما شافوا بشكل كامل خوسيه لانا، وخوسيه لانا عنده عده لاعبين يلعبون بخط الارتكاز، وحاب يجربهم وبعد المسافه. وايضا قلنا احنا خليل الياس عنده شروط، وبعض الاحيان شايف حاله انه اكبر من المنتخب، فالقصص هاي مي موجوده عند خوسيه لانا. فهذا اللاعب رقم 3. اللاعب رقم 4 وهو عبد الرحمن ويس. عبد الرحمن ويس في مشكلة مع الاتحاد السابق اللي كانت تمنعه من القدوم للمنتخب السوري. حاليا أيضا لعبوا بالدوري اليوناني، أيضا نزول وهبوط بمستوى. يعني كل هاي الأسباب خلت أنه خوسيه لانا يفكر باستبعاد هذا اللاعب،
وهذا اللاعب هو أيضا يفكر بترك المنتخب السوري. فعبد الرحمن الويس راح يكون أيضا من ضمن المستبعدين. إنهم 4 لاعبين: مليان عمور، نوح شمعون، خليل الياس، وعبد الرحمن ويس. ولكن احنا استبعدنا اللاعبين، والكل راح، اغلب المتابعين راح يقولون انه ايميليانو نجم، خليل الياس نجم، وين بدنا نستبعدهم؟ ولكن خطة خوسيلانا هي خطة طويلة وليست خطة لفترة قصيرة. وراح نعطيكم اسماء البدلاء. اول بديل راح يكون وهو في خط الدفاع وبمركز قلب الدفاع راح يكون عندنا نحن زياد غنوم وعبد الرحمن العرجة. وعبد الرحمن العرجة هو لاعب منتخب شباب سوريا، وزياد غنوم لازم ياخذ فرصته لانه لازم يكون متواجد وحتى يعطى الفرصة. ايضا احنا عندنا بالمنتخب ايهم اوسو وعندنا احمد فقة، فعندنا 4 لاعبين قلوب دفاع ولازم ياخذون، كلها اعمارهم صغيره واعمارهم خرج انك تشتغل عليها وخرج انك تعيش معاها باطول فتره. اما بالنسبه للاعب عبد الرحمن الويس، من راح يكون بديل له؟ راح يكون بديل له لاعب اسمه جورج يونان، يلعب في الدوري الهولندي، الدوري الممتاز تحت 21 سنه. راح يكون ضيف جديد على المنتخب السوري، وراح يكون ان شاء الله يقدم المطلوب منه وافضل. ايضا احنا عندنا بديل خليل الياس. عندنا بالاساس احنا خليل الياس احنا ذكرنا الاند عبدي واحمد كالو موجودين بالمنتخب السوري حاليا الشباب. وايضا نحن عندنا محمد عثمان، عندنا عده لاعبين بخط الوسط، عندنا محمود الاسود خرج يلعب خط وسط، عندنا مجموعه من اللاعبين راح يتجربون، وايضا هناك لاعبين جدد ايضا راح ينعطون فرصه كامله او بشكل كامل. اخر اللاعبين المستدعيين واللي راح يستدعى لاول مره وراح يكون بديل لنوح شمعون، لاعب يلعب في الدوري الامريكي مع نادي تولسا، ونادي تولسا يلعب في الدوري الامريكي الدرجه الثانيه. وهذا النادي او هذا اللاعب عمره 25 سنه، طوله 1.88 سنتيمتر، يلعب جناح ايسر. القيمه السوقيه لهذا اللاعب 300,000 يورو، يحمل الجنسيه الامريكيه والسوريه. لعب هذا الموسم 22 مباراه، سجل 6 اهداف وصنع 4. انه اللاعب خليل المضخر. خليل المضخر تم دعوته عدة مرات للمنتخب السوري، وهناك مناقشات وجاي ومو جاي وممكن يجي، ولكن حاليا بدأ العمل على خليل المضخر. وراح نشوف خليل المضخر ابن محافظة الرقة وابن مدينة معدان وجاري، راح اشوفه بالمنتخب السوري لانه يستحق انه ياخذ فرصته، ويستحق انه يكون تحت انظار خوسيلانا. وخوسيلانا هو اللي يقرر هل خليل لاعب منتخب ام انه من حقه ياخذ تجربته. اذا خليل المضخر قريبا راح نشوفه مع المنتخب السوري، واللي يسمعونا من البحميد يبعثونا البشاره. احبكم في الله جميعا، الى اللقاء.